عامله ايه يا لولو؟ الحمد لله. انت شفتي عامله بقى؟ شفت ايه؟ سلمت عليكي. والله فيك الخير. بحاول. اتغيرت عشانك. البنت بتحاول. نتكلم في ايه نونو النهارده بالبطانيه اللي انت متغطيه بيها دي؟ والله النهارده كان يوم بقولك صعب ايه، قوي. انا عايزه اقولك حاجه. ايه؟ انت تعرفي ان في شخصين بيعملوا اللي احنا بنعمله ده كده، ولسه بادئين من اسبوعين 3 صحابك؟ حاجه شهر. لا 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 لا، ناس كده على تيك توك. واحده صاحبتي لقيتها بتوريهم لي. بس طبعا مش اوكي. هقول بقى الاسم بتاعهم وكده. بس حرفيا. بس معرفش بقى هل هم عاملين بودكاست ولا لا، بس هم اصغر مننا بكتير، يعني هم جنزيز عمر جدا. جنزيز جدا. مجرد رقم. ايوه. بس ويمسكوا بقى في موضوع يقعدوا يتكلموا فيه مع بعض بقى حلو والله. فحسيت انه هل ممكن يكونوا شافونا بيقلدونا؟ هل وصلت لكده يعني ولا احنا لسه والله متشرناش الدرجات دي؟ انا وانتي. حاسه مش قوي كده، صح؟ ايوه انا وانتي لسه ناكرات. ايوه. بس عادي يعني، بس بس حلو ان في الفكر. لا انا عجبني عامه انه اه. ان يعني فكره ان مش الناس بقى كلها بقى طالعه تعمل حاجات بس ملهاش الناس بقى لازمه او بيقعدوا كده. يتريقوا اللي هو انتوا هتعملوا بودكاست وماشي. حد اتريق عليكي لما قلتي ان انت هتعملي بودكاست؟ الصراحة لأ، بس أنا عارفة إن ده اللي بيدور في دماغ. لا هو على انتوا فكره هتعملوا نفسكم عميقين قوي. عماقين. بس هقولك حاجه، هو احنا مينلي يعني خلينا متفقين احنا مش عاملين بودكاست عشان خاطر نبقى ناس عميقه بتعمل عشان بودكاست. ننصح ناس خالص. احنا عاملين عشان احنا بنحب نعمل كده يعني احنا بنعمل حاجه احنا بنحب نعملها. ده حقيقي. فعشان كده احنا مش مستنيين حاجه يعني. جايلك بقى مش بسؤال، مرضي بمعضلة. السؤال. معضله. اه ايه يا ستي يعني معضلة؟ أنا عندي مثلا حاجة بعاني منها وما زلت بعاني منها، يعني إن أنا مش عارفة لما هكبر هبقى هطلع ايه. واحنا كنا سألنا السؤال ده قبل كده في حلقة الجيم نايت، واللي هو سألتيني انتي كنتي لو مش شغالة الشغل ده هتشتغلي ايه. فحاسة ان انا هقولك ايه مشكلتي. ان انا عندي انترست كتير قوي. فانا اقل حاجة يعني ممكن تبقى حاجة تافهة قوي، ممكن تبقى حاجة معقدة جدا احب اعرف عنها. شدك. اي بالظبط. فبلاقي نفسي فيها ببقى شاطرة، فاهمة؟ فاحس اللي هو ايه ده، انا بحب طب ما ده انا حتتي. عايزه اعمل أيوة. الحته دي. أيوة. وبعد كده اشتغل مثلا او اعمل فيها حاجه او اتعلمها، تحسي لا عادي. احس لا عادي. طب انا شاطره فيها وكل حاجه، بس انا بس مش عايزه حاجه اكمل تانية. في ده. مش أيوة. هو ده اللي انا عايزاه. فاهماكي. طموحي يعني اكبر بكتير من اللي انا بعمله ده، فاهمه؟ فاهماكي. بس انا عملت فكل مشاريع شوية هاند ميد كتير قوي بجد. انا كمان فيا حته ان انا ببدا بحماس قوي. اي والحماس حماس ينزل مش ينزل، ينتهي. بجد. طب في كم فكرة مشروع فكرتي فيها؟ يا لهوي، لا بجد انا عندي افكار كتير. حلوه قوي. بس انا عندي مشكله، ده عكس اصلا اي انتربرينور. يعني انا الشخص العكس اي انتربرينور. انا ما عنديش اي مشكله في الايديشن، ما عنديش اي مشكله في فكر بتاع سيم انا عمالة عندي فيجن. عمالة. تعرفي في ناس بتبيع الافكار. ده انا عارفه، بس انا حتى مش عايزه ابيعهم. لا عايزه اعملها. انت مش هتقدري بتلاقيهم كلهم بيتحققوا قدامك من ناس تانية، والله العظيم. والله. فانا انا ما عنديش خالص مشكله في الكرياتيفيتي، ولا ان انا اطلع حلول لمشاكل، ولا ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات دي. انا عندي مشكله في الاكسكيوشن، اللي هو التنفيذ. خطوه. ايوه انا عندي مشكله ان انا اكوميت على حاجه واقول لا انا هعمل البروجكت ده. انا هعمل، لان انا ببدا ايه، انا حتى في المذاكره يعني بصي ممكن ابدا بحماس كده، اشوفك من بعيد بتذاكري، احس الله عايزه اذاكر. اول ما ابدا اذاكر اول ما اذاكر عامه. بس انا حاسه ان ده طبيعي. انا حاسه ان ده طبيعي. لا يعني بجد. اصل انا حاسه عندي مثلا الاء انت طول ما انت مش في الشغل عايزه تشتغلي، لما تشتغلي مش عايزه تشتغلي. يعني اختي بجد انا بحب جدا فيها في شخصيتها، يعني ما شاء الله. يعني الحته دي حته ان هي تقدر تضغط على نفسها ان هي تعمل تاسك او تذاكر مثلا وهي بتكره المذاكره. ما شاء الله عليك. انا ما اقدرش اقعد فاعمل حاجه او اعمل حاجه انا كرهاها، فاهمه؟ او مش شايفه لها سبب. فاهمه. هي تقدر تاكل اكل هي عارفه ان هو طعمه وحش جدا، بس تقدر تضغط على نفسها تاكله. انا مستحيل. فانا مش عارفه ده دلع ده ولا ايه، بس يعني اللي هو حاسه اللي هو. طب هل انتي طول عمرك كده ولا كنتي زمان؟ لا انا طول عمري كده.
انا كمان في حته ان انا بحصل بسرعه، يعني انا مثلا ممكن اذاكره او ممكن اقعد احاول ادور على معلومه على حاجه بستوعبها بسرعه، فمش بحتاج اخد وقت كتير زي بقيه الناس. فببان ان انا بكروت، بس انا فعلا ببقى متقنه جدا الحاجه دي في الوقت القصير ده. بس لو اديتها نفس الايفورت للشخص التاني المجتهد المحترم اللي قاعد على الحاجه، هتعملي هبقى دكتوراه فيها. هبقى اكسبرت بجد. لا بس انتي عامه شاطره ما شاء الله عليكي يعني. لا يعني انتي فعلا الحاجه اللي انتي حباها انتي بتعرفي تجيبي من اولها لاخرها. يعني انتي النوليدج عندك حتى على فكره من ايام ما كنا في اس سي اي. انا بحب اتعلم. انتي يعني انا ما كانش عندي حته ان انا اجيب الداتا واقراها مش عارفه ايه، انتي كنتي بتلخصيها لي. يعني انتي كنتي عارفه ان انا بحب قوي التصنيف فعلا، من كتر ما انا بحبها هي مش تقيله خالص على قلبي. يعني على فكره أنا حتى البودكاست ايوه حتى البودكاست انت اللي قعدتي تدوري وتشوفي انت اللي قعدتي تشوفي الموضوع بيجي ازاي وبيتعمل أيوة. ازاي وبتاع، ولخصتيه لي قلتي بصي عندنا ابلكيشن واحد بيعمل واحد اتنين. لا انا بحب فعلا الحاجات دي. فبلاقي نفسي برضو في اي حاجه دونكي وورك طبعا شاطره جدا فيه، بس احب برضو اعمل حاجه ليها اثر، فاهمه؟ فكان عندي يعني مازال عندي بروجكتس كتير قوي ممكن تتعمل، هتعمل فعلا اثر حلو في المجتمع. يعني مش شرط تبقى حاجه هتجيب لي عائد مادي وتش ان هي تبقى ده الاوبتيمال يعني، بس انا فعلا بفقد الشغف. يعني فاهمه؟ اقول ايوه الله لو عملت الحاجات دي، لو نزلت عملت ما اعرفش ايه، لو وزعت ايه. فاكره مثلا النص اللي كنت بوزعها في اس سي اي كان نفسي اخد البروجكت ده واكمل عليه يبقى حاجه فور لايف، ما اعرفش ازاي، بس كان عندي افكار اقدر اطبق ده في الواقع. او حتى كونتنت كرييشن، فاهمه؟ ممكن حاجه كده، بس حاسه لو لا حلوه في دماغي لكن مش حلوه مجهودها كبير. بالظبط مجهودها كبير، هو ناقص كوميتمنت انا متاكده. بس في نفس الوقت فعلا موضوع الشغف وحته ان انا مش لاقيه نفسي. ايوه، او من كتر ما انا لاقيه نفسي في حتت كتير فانا مشتته، حاسه ان انا مش مركزه في حاجه. واتقالت لي مثلا في الشغل قبل كده لما كنت لسه بقى متخرجه وكده، اللي هو you have to be an expert في حاجه وحلو ان انت تبقي عارفه في كل حاجه تانية. صح فاهماكي. فيمكن التوهان ده، ومتاكده ان في ناس كتير قوي هتريليت مع حته ان هم عدوا سنين في الشغل بتاعهم مثلا وحاسين ان هم stuck بقى، انا واقف هنا انا مش عارف اموف فورورد ولا عارف ارجع ولا عارف ابدا من اول وجديد. حاسه ان هي بيبقى جزء منها برضو خوف من التغيير، اللي انا عارفه احسن من اللي ما اعرفوش، فاهمه؟ انا يمكن بقى وجهه نظري بقى عن مثلا اهلنا، عن الكبار، عن كده، انا ما بخافش خالص اتنطط، ما بخافش اروح اتعلم حاجه جديده، فاهمه؟ بس انا مشكلتي حاجة برضو. ان المجتمع بيجبرك برضو ان انتي تثبتي في حته. ما انا هفهمك برضو حاجه، في حاجتين بيأثروا قوي في الموضوع ده. رقم واحد، هل انتي مسؤوله عن حاجه او لا؟ يعني لو انتي مسؤوله عن اهلك مثلا في المصاريف، او مسؤوله عن متجوزه ومخلفه او فدي حاجه دي حاجه ان انتي بتبقي محتاجه حاجه ثابته اكتر، عشان التنطيط مش هيبقى مضمون، فاهمه؟ فدي نقطه تانية بتبقى فعلا شخصيه. يعني هقول لك حاجه، انا اعرف ناس هي بجد عندها كل opportunities ان هي تجرب حاجات كتير مختلفه، بس هم ما بيحبوش التغيير، بيخافوا من التغيير. لا انا بحب جدا بيخافوا من فكره انه طب ما انا ممكن هروح على، فاهمه؟ بس ما ممكن تروحي على حاجه تبقى اوحش. لا انا اللي بخاف منه فكره ان انا اضيع وقت. النقطه برضه فاهمه؟ يعني انا مش ما عنديش اي شك، ويمكن دايما غرور، بس والله هو مش غرور، هو انا عارفه امكانياتي، فاهمه؟ فانا ما عنديش اي شك ان انا هتاقلم مهما كان الظرف. وانا فيا حته برضو يعني بحترمها في نفسي، لو اخدت قرار والقرار ده طلع غلط بتحمل مسؤوليه القرار. ما برجعش اندب، فاهمه؟ ولا حتى مع نفسي، يعني حتى داخليا ما بقعدش اقول نفسي ما انت لو كنت عملتي، فاهمه؟ خالص. طب الحمد بتقبل قضاء الله وبعتبر ان ده قضاء وقدر وخلاص، وبتقبله. احاول اغيره ممكن، لكن مش بيأزمني، فاهمه؟ بس انا بتبقى مشكلتي ان انا اضيع وقت، لان انا عندي حته ان انا حتى بحس بالذنب لما باخد مي تايم، فاهمه؟ لا 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 لا، ده غلط جدا. انا بحس ان هو انا ما عنديش اوبشن، ما اعرفش ما عنديش ليه الاوبشن، ما انا مش ورايا حاجه. لا بس نيرة انت لازم على فكره انت بتوصلي لنقطه ارهاق
تبقى كبيره قوي. انا فعلا أيوة. يعني انا حرفيا باجي اللحظه كده احس اللي هو ما ينفعش اضيع وقت. مم. وتلاقيني انا بقى الشخص اللي برضو بتفرج على 500 حاجه في نفس الوقت، انت عارفه ان ده ما 500 انت عارفه حاجه في ان نفس ده الوقت. انت عارفه ان ده inner voice ما كانش بدايته انت، صح؟ ده اكيد. انا عارفه ان كل حاجه ما كانتش بدايتها. انت عارفه ده. لا هو يمكن الاوفر برودكتيفيتي بالنسبه لي فيري ساتيسفاينج يعني من جوايا، بس انا عارفه ان ده بيخليني ابرن اوت في الاخر، بيخليني احس ان انا اوفر تعالي نعمل small therapy session. اه ليه بتحسي ان انت لازم تبقي productive؟ انا مش رابطاها بالفاليو، ماشي. انا رابطاها بان انا عايزه اماكسمايز البرودكتيفيتي بتاعتي. ليه؟ مش عارفه يعني، هو اكيد يعني انت في مخك reason. بيقولك يعني ايه؟ ما بيقوليش حاجه، بيقولي انت لازم تعملي الحاجه دي بيرفكت، ليه لازم؟ ولازم تعمليها مع حاجات تانية عشان تخلصي ما وتنجزي. ليه بقى ليه؟ ليه؟ يعني ايه جواكي بيقولك انه لازم تعمليها بيرفكت؟ ايه السبب؟ ايه لو ما عملتيهاش بيرفكت ايه اللي هتحسيه او ايه اللي هيحصل؟ انا حاطه ستاندردز ليا ان انت في بار كده، البار ده ما ينفعش تقلي عنه، ممكن تزيدي، ممكن تتحرقي، ممكن تفهمه، ممكن تطلعي للسما، تطلعي للسما عادي، لكن ما تنزليش في ليميت. والليميت ده بقى اللي هو الناس بتقول الليميت بتاعك ده اقل حاجه بتوصلي، انا الليميت بتاعي ده فوق. فاهمه يعني الليميت حتى مشكلة. بالظبط. يعني انا عندي اصلا مشكله في فكره ان انا اقول لا ما اقدرش اعمل كذا، فهتلاقيني اي حاجه تقابلني مش عارفاها هستفيد منها ما استفدش. بصي هو ده سلاح ذو حدين، لان هو فايدته ان انا فعلا عارفه تتعلمي معلومات حاجات. اي ملهاش اي ستين لازم، بس هي بجد يعني فهماكي عشوائيه والله، جدا. فهماكي. انا عايزه اقولك انا من كتر العين ده ممكن لو حد يسالني على اسم ممثل معين والله العظيم هطلعه لك. وزمان كنت اتكسف مثلا اللي هو اقول لا انا مش عارفه، بس لا دلوقتي خلاص ما بقتش بتكسف خالص ان انا اقول انا مش عارفه. سيم جدا بجد. فاللي هو عادي يقول لي حاجه وانا ما بقاش عارفاها، وتبقى حاجه انا مثلا يعني هديكي مثال، انا ماليش قوي في البراندز، ما بهتمش قوي بالحاجات دي، ما بتفرقش معايا، ما اعرفش ايه. فلو حد قال قدامي براند يعني 90% مش هبقى عارفاه مهما كانت يعني مشهوره، فاهمه؟ ايوه. فلما انت هتقولي حاجه كده انا مش هتكسف ان انا ابين ان انا مش عارفاها، بس سيرش. انا انت لو دخلتي في السيرش هيستوري بتاعتي حاجات غبيه، اللي هو رجلينا ليه بتسقع، فاهمه؟ حاجات كده بقى، فاهمه؟ وفي كل المجالات، طب هتلاقيني، حياه سايكولوجي هتلاقيني، حاجات ازاي تصلح الغسالة، يعني فاهمه؟ يعني حاجات في التربيه. طب انا مش بربي ولا عندي اطفال، فاهمه؟ بس احب معلومات عامه. بالظبط، احب اعرف عن كل حاجه. يمكن عشان انا حاسه some sense of responsibility على الكون، مش على اللي حواليا بس، يعني على الكون نفسه. فحاسه ان هو انا لو مستعده لاي حاجه تتحط قدامي هبقى كده تمام. فاهمه؟ مش عايزه اقابل حاجه احس ان انا عاجزه قدامها، فاهمه؟ فاهماكي. بس يمكن الاكتر حاجه بتخليني انا متاكده ان انا لو اديت يعني تركيزي لتاسك واحده وركزت عليها هبرفكت برضو، هخليها بيرفكت، بس هتبقى فايدتها اكتر بكتير من ان انا ببقى بعمل كذا حاجه عشان هتكثفي ببقى شغاله وببقى مركزه جدا في الشغل، بس ببقى بسمع حاجه مثلا لايف كوتشنج على يوتيوب، تعرفي تركزي مع بعض. ولما بحس ان انا خلاص مش مركزه ولا يعني في حاجه مأثره على حاجه بقفل اللي بسمعه. بس او لو حاجه مهمه قوي عايزه اسمعها بتركيز قوي لا بقفلها. بس ممكن اعمل بقعد اتفرج على الدحيح، بقعد اتفرج، فاهمه؟ يعني بقعد اتفرج على حاجات كده وانا بعمل حاجه. اصل انتي شغلك بالنسبه لي هو محتاج تركيز اصلا. لان انا بقرا وبعمل حاجات. يعني انا لما باجي اعمل البورت اللي في شغلي اللي بيبقى فيه ارقام او قرايه او كتابه او كده ما بعرفش. فتلاقيني
ماشي، بس ده معظمنا دلوقتي. يمكن مع رتم الحياة السريع برضو حوار ان انا اعمل حاجتين في نفس الوقت، اعمل بعمل اكل وبسمع حاجة، لا بس بعمل حاجتين في نفس الوقت دي عادي، انا بحس ان دي كاباسيتي انسان مم. عادي عامه، مم. يعني انا كده. بس يعني هقولك حاجه، دايما دي كانت خناقه بيني وبين بابا، ان بابا شايف ان انا طول ما بعمل حاجتين مع بعض انا مش هبقى مركزه في الحاجتين. مم. وانا كتير صاحب بفهمه بالين ان في كداب. ايوه اه. بجد، بس هو الفكره انه هو بابا ما كانش راضي يفهم بوينت، انه مش معنى ان انت مش بتعرف ان انا مش بعرف. حقيقي وبعدين الرجالة بالذات ما عندهمش الجزء بتاع بالظبط المالتي ايوه، تاسكينج ده. وبعدين واللي عرفته ان احنا بعد ما بتخلفي بيزيد. بالظبط ايوه تبقي عشان نينجا بقى. عشان فعلا عشان انت خلاص بتبقي بقى مسؤوله عن كذا حاجه مع بعض. اطفال فهي وبعدين سبحان الله بيبقى في تاسكات منهم هي مش محتاجه اصلا دماغك قوي تشتغل فيها، يعني هي بتبقى ستبس محفوظه، انا فاهمه كان مديري بيتعصب ان انت ان انا باصه في اللابتوب واشتغل ومركزه جدا في الشغل وهو بيكلمني وانا وانت مش باصه سامعاه. على انا سامعاك دي كانت خناقه، والله. ده بابا كان بيقعد يقول لي انت مش بتحترميني. الولاد بيقولك يعني لو قريتي الكتاب بتاع women from from Venus فينوس تقريبا ومن from مارس. كان بيتكلم في الموضوع ده، بيقول ان الراجل لو سايق مثلا وانتي بتتكلمي معاه مش بيبقى او لو مركز. جاله تليفون هيوطي الكاسيت. احنا اه مستحيل طبعا، احنا مش احنا بنبقى قاعدين في كل مع قعده بعض هي 5 بنات بنتكلم في في نفس الوقت في 5 مواضيع مختلفه ومركزين في ال5 مواضيع وبننجيج وبنرد وبتاع. عامة بحس ان فهي دي capacity انا يعني، حاسه ان فاهمة؟ دي حاجه ربنا مديها لنا، طبعا عشان فعلا زي ما انت ما قلتي تربية. فكره التربيه مع الاكل مع الحياه مع الكير تيكينج عامه بتاع صح. حياتك. بس نرجع لمرجوعنا ان انا حلو، طب نرجع لمرجوعنا. بالظبط. لغه عربيه. ايوه لا اوعى انت بس عارفاني في اللغه العربيه. أيوة. نرجع لمرجوعنا. نرجع لمرجوعنا. اني انا اعمل ايه لما احس بالتوهان ده بقى، لما احس ان انا هل انا في المكان الصح ولا هل انا مش في المكان الصح، هل اصلا احساسي ده صح انا ولا عايزه اقول لك حاجه، انا حاسه ان هي ملهاش ابدا حل. رول. يعني انا حاسه ان كل الناس حاسه بتوهان ده حقيقي. بلا استثناء. كل واحد في مرحله في حياته حاسس ان هو تايه، مفيش حد عنده الالتيميت ثقه انه في المكان الصح. يعني حتى لما بيقولك انت لما توصلي للثلاثينات انت المفروض تبقي خلاص عارفه انت في، مفيش الكلام ده. لا بجد مفيش الكلام ده، والا ما انا كانش حتى مش زمان قريبه. ايوه انا بقول بجد مش قريبه. والا ما كانش هيبقى في حد بيغير شغله في الثلاثينات وبيغير حياته وبلده واستقراره وكل حاجه. يعني في ناس بتتنطط من حته لحته وهم عادي في الثلاثينات والاربعينات، لانه بجد انت مش عارفه انت بتسعي، فاهمه؟ السعي ده بقى فين امتى ازاي هو مش محدود. فانت عمرك، انا مقتنعه بده، انت عمرك ما هتحسي ان انت مش تايهه في ايا كان. هو ممكن اللي بيقلل الموضوع شويه ان انت تبقي متوكله، يعني اللي هو فكره انه فكره انه ايا كان اللي بيحصل هو اكيد هو في بتاع خطة ربنا. بتاع ربنا وخلاص. ممكن دي تقلل شويه احساس التوهان، لكن انا مش مقتنعه ان في حد ايا كان عمره ايه. يعني هو مامتي ومامتك وبابايا وباباكي اهو كبار، وروحي اساليهم هتلاقيهم لسه تايهين في حاجات ولسه محتارين في حاجات ولسه حاسين ان في حاجه ممكن يعملوها في حاجه، في قرار ممكن ياخدوه في حاجه، يعني او كان في لسه قرار كان المفروض. بس سيبك من اللي كان. بالظبط. يعني سيبك من فكره اللي كان، اللي هم فيه واللي جاي هتلاقيهم لسه على فكره تايهين. يعني هتلاقي مثلا انا بابا مثلا اتليست في امورهم، فاهمه؟ ايوه يعني ما انا بقولك انا بابا مثلا انا ف... متاكده مثلا هو دلوقتي عمال يفكر مثلا ان هو خلاص بقى طلع معيش فمحتاج يعمل مشروع. طب اعمل ايه؟ طب هل ده صح؟ طب ولا اقعد اريح انا تعبت ولا فحاسه انه انت هتفضلي طول الفتره اللي احنا كنا تايهين فيها اللي هي واحنا اطفال مش فاهمين حاجه نروح المدرسه كل حاجه بتبقى من كانت مشكلتنا القصوى ماما عامله سندوتش ايوه ماما عامله سندوتش لانشون ولا سندوتش جبنه، فاهمه؟ هي ده الوقت اللي احنا مش فاهمين ومش حاسين باي مسؤوليات، فبالتالي احنا مش تايهين في حاجه. احنا ماما بتقول لنا يمين يمين شمال شمال، احنا مش فاهمين اصلا. هو صح، هو اكتر حاجه بتقلل من مش من التوهان، بتقلل من الاحساس الوحش اللي بيجي مع احساسك بالتوهان. ان هو ان انت خلاص بتضيعي بتضيع وقتك بكده، ان انت فعلا تبقي مقتنعه انه اللي بيحصل لك ده طالما بتسعي وبتجتهدي
ان هو فعلا خطة الاكبر اللي هي بتاعت ربنا، قدرك، وهو اكيد ده الخير ليكي. بس طبعا كده الكلام اسأل سهل طبعا. لا هو كده الكلام هو كده سهل الكلام سهل والانسان بالظبط. في الموقف الموضوع بيبقى مختلف. انا يمكن جالي حيرة كده معينة، ان انا كان جايلي اوفر، جوب اوفر يعني، حاجة comfort zone، حاجة مريحة، انا عارفة ان الكالتشر بتاعتهم حلوة، كنت معاهم اوريدي ما اعرفش ايه. والاوبشن التاني learning opportunity، انت عارفاني كلبة تعلم learning opportunity تحفة، حاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاسة ان هي لايقة مع شخصيتي، فكنت حاسة ان هو ايوه يلا وكده. هديكي وجهتين النظر، يعني وجهة نظر ماما اللي هي مثلا وجهة نظر حد كبير كده، ان انتي تروحي للستابيليتي، تروحي لحاجة كنت انتي أقولك، اوريدي مجرباها، وعارفة عارفاها دنيتها وعارفة ومستقبلها. بالظبط، وعارفة انتي هتعملي ايه وخطواتك وكل حاجة، ومتأكدة ان انتي شاطرة فيها. عكسي انا، وجهة نظري كانت ان انا ما عنديش مسؤوليات، مش ورايا حاجة، ما اعرفش ايه، حتى لو جربت وطلعت في شنكة او مش حاجة خسرانة حلوة، حاجة. ما خسرتش حاجة، بالعكس اتعلمت وكانت opportunity جديدة. وعكس شخصيتي الطبيعي ان انا همشي ورا اللي انا حاساه، اللي هو ان انا اجرب واشوف وكده، لان عملت كده قبل كده. المرة دي لا، رحت للكومفورت زون. بس انا ما رحتش للكومفورت زون عشان هو كومفورت زون، هو كده كان الاوفر فعلا احسن، يعني كان الاوفر الكومفورت زون كان احسن. بس كنت شايفه انه قصاد الريسك، انتي بترسك كمان بالاقل، كمثلا كفلوس او كاين كان، بس هتتعلمي، فاهمه؟ بس حسيت اللي هو ايه، احنا فينا صحة نتعلم يا بنتي اللي انا كنت بعمله في تعبنا ايام خلاص، الجامعه ده، يعني تعبنا. انا مش قادره اتخيل اصلا اللي انا كنت بعمله بجد. أيوة. فحاسه اللي هو ايه ده، لا خلاص، يبقى انا افكر فعلا بعقلانيه وبهدوء وكده. فقلت لا، طب خليني في البتاع ده، ولو ليا نصيب ان دي الاوبورتونيتي دي ترجع لي تاني او حاجه شبيهه، لا اخدها المره الجايه. انت عارفه انا لسه كنت تقريبا في حاجه شبه كده، الحيره نفسها، انه انا دلوقتي المفروض ان انا بحاول امشي في حته البروجكت مانجمنت، بس للاسف عشان اتعلم بجد منها محتاج ان انا ابقى في مكان كبير في بروجكتس كبيره. فنفس الحيره بتاعت الكومفورت زون، وان الدنيا بالراحه ومفهومه وعارفين اولها من اخرها، ولا ان انا ادخل بقى واتخانق واتعلم وبتاع. بس انا كمان اللي بيقلقني بقى اكتر انه انا عندي مسؤوليات، يعني فاهمه، يعني انا مش هعرف هنا بقى تفرق فعلا. انا حاسه تفرق استيعابك لنفسك او فهمك لنفسك. انا عارفه، انا كنيره، انا عارفه ان انا بتسحل قوي في الشغل، وبدي ما انا لو رحت 110% من نفسي. فانا حاسه ان انا لو رحت الهاي انتنسيتي، هاي اديوكيشن، هاي ما اعرفش يبقى اوبورتونيتي ما اعرفش ايه، هتسحل قوي، هنسى حاجات كتير مهمه تانية. حاسه ان هي بريوريتي دلوقتي. بقولك هو معلش انا اسفه، يعني هو انا حاسه ان ده الطبيعي، هو الفرق ان في واحد بيحط اولويه الشغل فوق اي حد. ما انا عارفه، يعني انا حاسه كده. لا بس عشان انا خلاص غيرت المينتاليتي بتاعتي، وغيرت فكره انه كل حاجه الشغل وما اعرفش ايه. لا انا خلاص مقتنعه ان كل حاجه ليها جزءها وليها صح. وقتها وليها الحيز بتاعها. كانش زماننا عارفين نعمل بودكاست دلوقتي، ده حقيقي يعني بجد، يعني كنا بجد. احنا وصل دلوقتي وبنلملم بعض بالعافيه. ولا وكنت برضو في فتره الجامعه كان عندي فعلا انرجي كتير قوي اوزعها على حاجات كتير قوي. بس انا دلوقتي انرجي بتاعتي بقت فوكسد اكتر. فحاسه اللي هو لا، انا فعلا في حاجات تانية محتاجه اديها اولويه، ومحتاجه تبقى موجوده بنفس ذات الاهميه بتاعه الشغل. فمش ومع ذلك انا الشخص اللي بيتكلم ده لسه قافل اللابتوب يعني الساعه 9 او الساعه 10 ونص، ولسه قافله اللابتوب. بس انا يعني فاهمه، ساعتها قررت اللي هو ايه، لا خلاص بيزد على الانبوتس بتاعتي، ان انا عارفه ان انا في حاجات تانية مهمه. لا خليني في الكومفورت زون لحد ما تيجي لي اوبورتونيتي برضو هتعلم فيها او كده، وتبقى يعني learning opportunity. بس في نفس الوقت ما بقاش بعدت قوي او عملت ريسك كبير قوي عشان اجرب حاجه جديده، لمجرد ان انا عارفه ان انا فضولي
let's say السكيلز بتاعتي كانت تنفع في الحاجة دي، فاهمة؟ بس يعني ما اكدبش عليك، انا لحد دلوقتي كل شويه دماغي تشت كده، اللي هو تقول طب لو كنتي رحت اهو. طب ما انت انا اهو عارفه، بتقولي انا لو بقولك، كنتي، ما انا على عارفه، كده انت من شويه كنت بتقولي ان انت مش بتترددي حتى. مش بقولها من ناحيه ان انا ندمانه، بقولها اوكي. من ناحيه واو، فاهمه؟ اللي هو ايوه ايوه يا ترى ايه اللي فايتني، يا ترى ايه اللي كان ممكن ايوه اتعلمه، فاهمه؟ بس فهماك يا عم. يعني اللي هو لا مش بقولها خالص من ناحية اللي هو يا ريتني كنت رحت، لا خالص. بالعكس، انا في حد يعني ماي منتور بعتبره واحد كان في شغلي القديم كنت بحبه جدا، راجل يعني كبارة كده على راسي. قال لي جملة حلوة قوي في السيتويشن ده، قال لي احمدي ربنا ان انتي في المرحلة دي في حياتك عندك تو opportunities حلوين قوي، وانتي بتدوري يعني بتشوفي ما بينهم، فاهمه؟ مش ان انتي محتاره في ان انتي محتاجه، لا انتي محتاره تختاري انهي من الحلو، ايوه فاهمة؟ ايوه ايوه. فهي فعلا كان طب عنده الحمد حق لله. يعني. الحمد لله. بس انا كنت يعني الواحد صعب قوي يبقى اولا راضي بالمكان اللي هو فيه. دايما الانسان بيدور على حاجة احسن، او بيدور على، وخاصة لو هو طموح وعنده يعني عايز يوصل لحتت يكبر. بالظبط. وفي نفس الوقت انا ما كنتش زي بقيه الناس اللي بشوفها النماذج، وانا عارفه ان هي دي مش النماذج الوحيده. انا عارفه ان في ناس كتير قوي تايهه وتبان ان هي كومبوزد وعارفه هي بتعمل ايه وكده، بس هما في الواقع مش كده. انا ما كنتش من الناس اللي هو انا لما هكبر هطلع دكتوره، انا لما هكبر هطلع كذا، فاهمه؟ انا كنت شخص لحد انا في ثانويه عامه وانا انا عايزه اطلع ايه؟ انا مش عايزه اطلع دكتوره. انا عايزه اطلع دكتوره من ناحيه ان انا اساعد الناس، لكن مش عايزه اطلع دكتوره من ناحيه مذاكره. فخلاص انا مش عايزه اطلع دكتوره. طب اطلع ايه بقى؟ ولا مهندسه ولا ما اعرفش ايه ولا ايه. فانا بقيتي بتصفي باكسكلود بس مش بحط، فاهمه؟ مش شايفه وبعدين الباشن دخلت بتاعك. سبحان الله البيزنس وما اعرفش ايه، ولقيت نفسي قوي فيه وحبيته جدا، مع انه ما كانش في بالي خالص. ومع ذلك من كتر ما هو مجال واسع قوي وفي حاجات كتير قوي، انا ستيل حاسه هو انا شاطره في ده وشاطره، بس مش عارفه برضو انا عايزه اطلع ايه، فاهمه؟ وانا عارفه ان في ناس، في كذا حد من صحابنا كلمونا قبل كده في الموضوع ده، الموضوع ان هو يبقى مثلا في شغل معين في مناغصات معينه، حاجات مش كويسه، مدير وحش، environment مش حلوه، ويبقوا هما في حيره بتاعه امشي ولا استنى ولا اقف مكاني، ولا عشان دايما الانسان خايف ان هو ياخد خطوه يرجع يكتشف ان هو كان في المكان الصح او راح. بالظبط. فيعني يمكن عشان كده كنت عايزه اتطرق للموضوع ده. تعالي نشوف حيره تانية غير حيره الشغل. جواز. انا حاسه اني ممكن الموضوع يبقى حساس، فمحدش خالص ابدا يتكلم فيه، بس انا متخيله ان لو واحده اتجوزت واحد، او واحد اتجوز واحده وحاسه انه اتدبس، او حاسه ان هو دي وحشه قوي يا لهوي دي وحشه قوي، مش ان هو اتدبس، الحب قل او يبقى شافها او هي شافته ان هو مش زي ما كان، او انه يحس ان هو في احسن. في اسباب كتير قوي ممكن تحسي فيها ان انتي تايهه في جوازك. اللي انا متخيلاه او اللي ممكن الناس تخاف تقوله، حتى تخاف تقوله لاقرب الناس ليها، ان هي مثلا اتجوزت حد وحست انه في حد تاني انسب، او هي بتشوف نماذج تانية رجاله، او بعد العشره يكتشفوا ان هم مش شبه بعض مثلا او تحس ان هي مثلا كانت صغيره او هو كان صغير، شخصيتها اتغيرت، وشخصيتها اتغيرت وخلاص ما بقتش نفس الشخص اللي هي حبته واللي هو حبها. ف حاسه اللخبطه دي نفسها مرعبه، بس هي valid وبتحصل مع ناس كتير قوي، ومش هتتخيلي قد ايه هي common، وقد ايه اتليست حاجه من الاسباب دي بيبقى كل واحد بيمر بيها، سواء انه هو نفسه اتغير، سواء انه البارتنر بتاعه اتغير، سواء انه هما لما عرفوا بعض اكتشفوا ان هما مختلفين خالص عن اللي كان مثلا فتره الخطوبه او فتره التعارف. فحاسه اني اولا انا مقتنعه ان اي ريليشن شيب انت بتمري بيها، انت لازم تبقي عندك المينتاليتي بتاعت ان انا الشخص ده انا وهو المفروض عايزين نتحسن، عايزين نجرو مع بعض، فاهمه؟
طبيعي ان على مر العصور وعلى مر الوقت وعلى مر السنين كل شخصية فينا هتتغير، سواء للأوحش او للأحسن. يعني مش دايما هتبقى التحسن ده حاجة للأحسن يعني. بس انتي لازم الطرفين يعملوا مجهود ان هما يحبوا بعض في كل مرحلة من المراحل دي. امتى بيحصل دروب او الناس بتنفصل او ان كان، يا اما واحد مش شايف اي حاجة غير احتياجاته هو وغير اللي هو عايزه، وانتي اتغيرتي وانتي ما بقيتيش زي اللي انا حبيتها وانتي مش نفس الشخص، وده ممكن يبقى فعلا حقيقي، وهو برضو حقه ان هو يقول لا ده مش مناسب بالنسبة لي. بس بحس ان الجيل ده بقى بيستسهل بسهولة قوي، يسيب بسهولة قوي. يعني يعني ان مش الحاجة سبب inconvenient حاجة بسيطة مش قوي، مش عشان سبب فعلا، لا هو عشان هو مش عايز يبذل مجهود في بالظبط. العلاقة. والكلام الكتير بتاع اللي هو اختاري نفسك الاول، اختاري مش ايه، لا، في اختاري نفسك أنا الاول بس معاها. at point معينه يعني بالظبط. يعني بصي او هقول لك في حاجه، مش مع كل الناس ما تقبلي. يعني انا شايفه ان في حاجات كده كده خطوط حمراء ما طبعا بتتقبلش، طبعا. بس ستيل لو في مشكله بعيدا عن الخطوط الحمراء نحاول الاول نشتغل عليها. بالظبط. والله حاولنا مره 2 3 والموضوع مش ظابط، ساعتها ماشي اختاري نفسك. وفي فرق ما بين ان انا اعمل مجهود في انجاح العلاقة دي وفعلا احاول وهو كمان يحاول، أيوة. وما بين ان انا رامي الموضوع ولا والموضوع يبوظ برضو ما ينجحش عشان احنا فعلا مش ماشيين مع خلاص بعض، مش عشان عارفين، مش راكبين على مش بعض. عارفين خلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا صح، وسعها. صح. لا، صح. انتي جربتي وحاولتي وعملتي كل مجهودك والشخص ده مش مناسب ليكي، بس في فرق تاني بقى من ان انتي تستسهلي مش او عايزة ان انتي أصلاً. تقولي هو لا، يعمل أصل هو مجهود. لو كان مناسب أيوة. ليا كان احنا الاتنين كنا مع بعض. انت عارفه، بغض النظر هندخل في موضوع تاني دلوقتي ان انا دي مشكله برضو بلاحظها، انه ان فكره ان الناس كلها مستنيه حاجة فارس تبقى perfect الاحلام، من أول. الفارس احلام يجي هو هيجي مع نفسه. لا يا جماعه، هو مش معنى انه في حد معين كويس بس ما فيهوش الحاجات اللي انت متخيلاها انه ما نشتغلش مع بعض عليها. يعني بجد هو في ناس كتير قوي اذا كان بنات او اولاد هم مستنيين البيرفكت بيرسون يجي. لو تفتكري هنتكلم في الموضوع ده قبل كده، بجد اللي هو بجد هي ما بتجيش كده. انزلوا في ارض الواقع، سيبكم من الافلام والمسلسلات، ده مش واقعي. انا بس عايزه اقول للناس اللي حاسه الكيس بالذات، اللي حاسه انه في احسن، انه في اوبشنز تانية، انه في ناس تانية احسن من جوزها، احسن من مراته، هتلاقي في حاجات وحشه في حاجات تانية. مش بس كده، هو احنا السوشيال ميديا خلتنا يعني بجد عندنا مفهوم انه في اوبشنز كتير قوي، وهو فعلا ده حقيقي. احنا بقى عندنا accessibility مش طبيعيه. انا كان في ولاد اعرفها بيقول لي البنات بتجيلي ديليفري، فانا يعني انا بقول لك يعني بقول لك يعني قصدي level of customizations اللي تقدري توصل لها، تقدري توصلي لها. بنعمل اوردر، يا نهار ابيض بنعمل اوردر، فاهمه؟ اولا في ناس يعني بيفوتها موضوع الريليشن شيبس دي بس لمجرد ان هي مستنيه تمبلت معينه زي ما احنا قلنا. ولا وفي ناس بقى خلاص هي مع حد ومع شخص ودايما حاسه ان هو لا، هو اكيد في احسن، والناس دي بتبقى زهقه، بتزهق بسرعه، ما حاسه ان هو فايتها حاجه. يا جماعه ما اصل معلش مع احترامي، هو انا لو فضلت طول الوقت بفكر ان في حاجه احسن، هو في حاجه طبيعي أحسن. في حاجه احسن. لا هو بالظبط، هو شور في يعني حاجه معلش هو ده في كل الاسبكتس بقى. انا معيش بالزبط. فلوس، اكيد حد تاني معاه فلوس. انا ما عنديش عربيه، حد تاني انت عنده عربيه. انا شغلي مش عارف ايه، في شغل احسن، صحاب في احسن، كل حاجه فيها احسن. ما احنا برضو معلش هي يعني لو كلنا عندنا كل حاجه في الاخر فاحنا ايه بقى؟ لا هي مش بس كده، هي فكره بس ان انت تبقي مدركه انه انا ما بصش لحاجه مش في ايدي. دي اول حاجه. وما بصش لحاجه قصدي واحمد ربنا على النعمه اللي في ايدي، لان يمكن يجيلك الاحسن، بس الاحسن ده ينغص عليك حياتك. بالظبط. وبعدين فكره اقول لك حاجه، في ناس كتير بتبقى متخيله ان في احسن من اللي معاها لحد ما اللي معاها ما يبقاش معاها، فيدركوا ان اللي كان معاها ده كان الاحسن، لا ويروحوا للي كان باين ان هو احسن ويبقى سيء جدا او مش مناسب بالنسبه لهم. والله بس انا شايفه ان ستيل لو انت حد او انت حد دماغك مسوحاكي قوي لدرجه ان انت طول الوقت مش مرتاحه مع الشخص انت معاه، اقعدي اتكلمي معاه شوفوا المشكله دي ايه حلها. لو ملهاش حل
خلاص يبقى ما ينفعش تكملوا مع بعض. لان تخيلي طول ما انت قاعده انت عماله ده احسن ده احسن ده احسن ده احسن. انا عايزه بس أنا اقلبها من يعني كل حاسة وجهات مش النظر، حلوة. لان انا عارفه ان مش كل الناس هتقبل ولد، يعني مثلا لو الولد في الموضوع يتكلموا في الموضوع. ان بنت تيجي تقول له انا حاسه ان انت في احسن منك، فاهمه؟ لا بس ثانيه، ما هي فكره هي مش إنها هتجيبها له بتفكر- كده بس طبعا. فكره انها بتفكر في الموضوع، ما هو ده برضو وحش. بالظبط، هي مشكله حقه. محتاجه تتحل بالظبط. بس انا شايفه انا فيا اللي هو انا بصلها من ناحيتين. انا بصه من ناحيه ان انا صعبان عليا الشخص اللي حاسس ان هو في حاجه فايتاه، فاهمه؟ مع ان ربنا رزقه بنعمه معينه، بس هو حاسس ان في احسن منها. هي يمكن اكتر حاجه تعالج الموضوع ده فعلا ان انت تبطلي تبصي على النعمه التانية، او تبطلي تكمبير نفسك بناس تانية على السوشيال ميديا. انت مش عارفه حياتهم ضنك ازاي، مش عارفه حياتهم عامله ازاي بره الكاميرا. وفي نفس الوقت ان انت ترضي باللي ربنا قسمهولك. انت تجتهدي ان انت تنجحي العلاقه دي وتمشي فيها، وربنا هيراضيكي بيها، فاهمه؟ يعني سواء حتى لو هي فعلا فيها ناقص كتير، حتى لو الشخص ده شخصيته مش كامله، وده كلنا، بس مثلا في عيوب كبيره انت مش عارفه تتعاملي معاها، وخلاص واتجوزتوا وحصل اللي حصل. انا مش بقول ان الناس تقبل ان هي تبقى في علاقه مش كويسه مريحة، ليها، أيوة. او بالظبط، او مؤذيه ليها او كده. لا، انا بقول انه في ليفل من المجهود محتاج يتعمل عشان العلاقات تستمر، صح. مهما كانت العلاقه بيرفكت. وفي ناس فعلا بيكليك بسهوله جدا، يعني كيمستري بتاعتهم قويه جدا، بس مش معناها ان ومش هم محتاجين هيبقوا... يعملوا نفس ذات المجهود بتاع 2 تانيين بس مثلا مش في علاقه. معنى ان بس مش معناه ان ويكليكد هما ان مش احنا بيعملوا هنبقى مجهود. بيرفكت. ايوه بالظبط، بالعكس هم ممكن يبقوا دلوقتي بيرفكت، بس بعد سنتين ما يبقوش مع بعض، يحصل تغيير في شخصياتهم، ويحصل كلاش ما بين طموحاتها وطموحاته وما اعرفش ايه. فهي بس انا كنت عايزه افتح موضوع بالذات ان انا احس انه طب انا ما بيجيبليش ورد، طب انا ما بيعمليش ما اعرفش ايه. هي دي كلها حاجات حلوه حلوه ان انت تتكلمي فيها مع البارتنر بتاعك وتقولي له انا حاسه ان الموضوع ده ناقصني، انا حاسه ان انا محتاجه حاجه كده، محتاجه ان انت تشو مي لاف بطريقه مختلفه مثلا، ايا كان. بس ما تسيبيش نفسك لدماغك تسوحك، اللي هو او يسيب نفسه لدماغه يسوحه، اللي هو هو انا اللي انا مراتي دي مثلا مش احلى واحده، بس في احلى منها بكتير، في ناس معايا في الشغل، في ناس ما اعرفش دلوعه اكتر، في ناس ما اعرفش ايه. ما تسيبوش نفسكم في الحته صح. دي، لان فعلا ده طريق ملوش ضلمه قوي، ضلمه ملوش قوي، واخرته وحشه جدا، سواء بقى خيانات، سواء ان انت اصلا ما تعملش مجهود في العلاقه فخلاص تسيبها، ويبقى العلاقة فعلا تموت. كان وكانت تبقى فعلا في علاقه أمل في كويسه الموضوع. أيوة. وبوتنشال. ف يعني بس حاسه ان انا بس كنوع من الطبطبه على الناس، اللي هو انا مش بجادج ان انتوا حاسين ان في حاجه احسن، ده بسبب الكونديشننج اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، من كتر ما احنا بنكومبير حياتنا بالناس مش مبينه غير البيرفكت سايد من حياتها في ريل، يعني اخرته 20 ثانيه اللي تقدري تستحملي ان انت تتفرجي عليه. هو السبب الاساسي ان هي دي كلها احلام واشكال احنا بنروج ليها، هي مش حقيقيه. طب انا كمان عايزه اقول لك حاجه بمناسبه هذا الموضوع. برضو الحيره في الفريندشيبس. يعني هقول لك حاجه. انا دي بالنسبه لي اسهل حاجه. لا طب انا هقول لك حاجه، انا هقول لك انا مشكلتي ايه بتبقى فين الحيره. اني انهي علاقه، بمعنى انهي علاقه اللي قويه وحش. لا انهي ايوه انهي علاقه تنهي انهي يعني علاقه اذياني، او علاقه مش شايفه لها مستقبل في حياتي، او وجودها زي عدمه. بس ده ينطبق على أو الفريندشيبس، ينطبق على اي علاقه. عشان كده بقول انا مش مش بشجع الستات مثلا او الرجاله ان هم يقعدوا في علاقه ابيوسيف، لا خالص. ابو يوسف انا بقى ابو يوسف ابو يوسف ما بنختارهوش ابدا ابدا بس على راسنا كمطرب، لكن نو لكن انا مع فكره ان انتي طبعا دي سكيل، يعني دي مش لازم انتي تبقي اتولدتي كده، في ناس شاطره فيها وفي ناس تانية لا. بس لو انت شخص مش بتحب تتكلم عن مشاعرك، مش بتحب تقول اللي جواك للشخص اللي قدامك، مفيش حاجه
هتخليك تاخد القرار الصح، غير انك تقعد قعدة عرب كده مع الشخص اللي بيأذيك ده وتتكلم معاه تقول له انت بتأذيني من كذا وكذا وكذا وكذا. بس مش كل الناس بتبقى عندها النطاق انها تسمع يناير. عارفه، يمكن ماشي، يمكن لو هنتكلم بقى من ما انا منظور بتكلم ناس بقى مش انا بتكلم بقى في communicative. دول ان هما انت ده حد انت لو رحتي تقولي له او لو جربتي تروحي تقولي له هيبقى بالنسبه له ايه العبط اللي انت بتتكلمي فيه ده، فاهمه؟ خلاص هعمل حدود. ما هي بقى دي النقطه، لا إنه الحدود مش معناها ان انا خسرتك، لا، ما هو حدود يعني انا مش على مزاجك. انا مش على طبيعتي. ما هو ماشي، بس انا لو عملت معاكي الحدود وانتي حسيتي ان انا متغيره معاكي هتيجي تتكلمي معايا. برضو لا، لا لو انتي ما اتكلمتيش معايا يبقى خلاص دي الاجابه. ما هو بقى دي انا مش أنا بقولك هنا ان ما فيش ههني. اجابه، ما انا مش بقولك بقى ان ما فيش اجابه، انا بقولك في اجابه وانتي عارفه مش الاجابه. هحتار خالص. لا انا بقى باي باي بحتار. عسل. لا انا بقى بحتار جدا بقى. لا مش هحتار، هزعل. لا انا ما بعرفش اخد القرار، ما بعرفش، يا لهوي ما بعرفش انا فعلا. مش بياعه بس يعني. لا هو برافو انتي صح. انا ده دلوقتي ليفل الانرجي بتاعي شاطرة. لكن زمان كان عندي جلد ان انا استحمل واقاوم واعدي واكبر دماغي وبتاع. لا انا حاسه انه انا لا يعني انا حوار الفريندشيبس دي لا بجد في كميه فريندشيبس المفروض تنتهي لان تنتهي ملهاش يا رينا. مبرر انهيها، انا وجودها. بشجعك. ما هو يعني نعم خلاص نعم خدت خدت الابروف. ايوه خدت مضيت لي استمار. بصي يمكن ده انا برضو مش بشجع انك تبقي مستبيعه، ايوه بس انا مع فكره ان انتي ان تختاري مش الناس باقي ما اللي شبهك. تبقاش. لا وتختاري الناس اللي شبهك. انتي بتحبي تكومينيكيت، خلاص كومينيكيت مع الناس اللي حواليكي، تقبلوا ده خلاص هم مناسبين بالنسبه لك. ما تقبلوش هيبقى بحدود او هنخسر بعض خالص. طب انتي مش بتكومينيكيت وافويدنت ومش بتحبي المواجهه وما اعرفش ايه، خلاص قربي من الناس اللي زيك عشان ما تروحيش لواحد بيكومينيكيت وتقولي لا معلش انا مش هتكلم معاك، مش هقولك التفاصيل. انتوا مش مناسبين لبعض يا جماعه. تقبلوا ان في ناس مش مناسبه لبعض، وتقبلوا برضو ان انتوا تنسحبوا من علاقه لما تحسوا ان انتوا الاتنين بتأذوا بعض. يعني انا وانتي مختلفين عن بعض تماما، احنا اصحاب ليه؟ لا على فكره مش مختلفين طبعا. انا مش بديكي ماشي مثال. انا استغربت قلت مين دول مختلفين. لا انا بقولك بديكي مثال. أيوة. انا وانتي ما هو بقى ماشي، ما هي دي الحيره. عارفه ايه بقى الحاجات الطفرات اللي مش بتحصل فعلا اللي انتي بتقولي عليها، ان انتوا تبقوا مختلفين تماما عن بعض، زي مثلا انتي ومريم. بس انتي عارفه ان هي بس ستيل بتأفورت برضو، بس ستيل انا ومريم عندنا حاجات شبه بعض. انتي فاهماها وهي بقت فاهماها. لا مش قصدي يعني احنا مثلا عندنا مثلا احنا بنحب ديب توكس مثلا، فاهمه؟ احنا في حاجات ماشي كومن بتجمعنا برضو. الكور كومن تمام. لا انا بتكلم بقى لو في حد شخصيات اكستريملي اوبوزيت اكستريم مختلفين. على فكره دول بيبقوا اتراكتيف جدا، ان هو بيأتراكت بعض. هم فعلا اوبوزيت اتراكت في حاجات كتير، بس to some extent انتي هتوصلي لمرحلة ما هيبقى الموضوع irritating بالنسبة لك. وفي حاجات كتير قوي كانت عجباكي في الشخص ده بسبب الاختلاف الفظيع ده، بس ما اللي بقتش انتي مش مريحه. متعودة عليه. بس مع الوقت انتي ايه الخنقة دي بقى؟ لا هو انت كل مش شوية عارفة هتعمل كذا. تتكلمي. بالظبط. فلازم يبقى في level of common، يعني common things، سواء بقى values. وانتي برضو لو قاعدة مع حد مش نفس الvalues مش نفس الحاجة، هتحسي ان هو لا انا مش عايزه. هتقدري تتعاملي معاه مره مثلا كل فين وفين، لكن ما تقدريش كل يوم. بالظبط. ما تقدريش يوميا تتعاملي معاه صح. او بقرب معين. فانت عادي انت كمان عندك مشكله ان انت تتقبلي فكره ان الناس تبعد. بصي انت بتتأزمي جواكي. لا بس هقولك حاجه، لو حد انا عارفه انه اصلا وجوده مش صح. لا يعني انا يا لينا من عنديش صحابك مشكلة. انا اعرف يعني على الاقل 4-5 بني ادمين ما لهمش لازمه. ما هو ماشي ثانيه، ما هي دي البوينت. يعني يا مؤاخذه يعني ما هي دي البوينت، هم ما لهمش لازمه. مش ما لهمش لازمه ان هم شخصيا ما لهمش لازمه، هم ما لهمش لازمه في حياتي. ايوه ما هي دي النقطه الحيره بقى اللي انا بتكلم فيها. ولا اي حيره، انه انا مش على فكره انا مش متمسكه بيهم عشان هم فارقين في حياتي مثلا. انت متعوده عليهم. لا برضو عشان انا بصي انا ببقى مش عارفه بس يعني فيما معناه يعني انه انا مش عايزه اواجه، يعني فاهمه؟ او بريح دماغي. لا انت مش عايزه تنهيها، لا انت عايزاها تفضل كده. لا بالعكس على فكره بقى انا بالنسبه لي تنتهي احسن لي، انا تعبانه منها. جواكي
ايوه ماشي، انا انا عارفه عايزاها إن انتي- تخلص. ان هي حاجه متعلقه. انا عايزاها تخلص، بس ممكن مش عايزاها تخلص من ناحيتي. يعني انا مش عايزه ابقى انا الشخص الوحش اللي نهيت العلاقه. هي دي ممكن تكون الازمه. عارفه مشكله الناس دي ايه؟ مش عليك شاوري عليا كده ليه؟ مشكله الناس دي ان هما في العلاقه، هكلم من منظور ولد وبنت. ماشي. ماشي، بيبقى واحد عايز يخلع من العلاقه دي والتاني مش عايز يخلع منها. اللي مش عايز يخلع بيبقى متمسك قوي، واللي عايز يخلع بيطفش الشخص ما انا ده. مش بطفش بقى برضو. ما هو بقى بيبقى بيعمل ايه؟ بيطلع اسوأ ما فيه. هو مش شخص سيء، بس هو بيطلع اسوأ ما فيه عشان يجبرها. ما هو مش أو مش يجبره. بيطلع عليهم برضو. انا أنا مش بيطلع مع عليكي. نفسي. أنا مش ايوه لا انا عليكي. بفهمك في السيتويشن بتاعتي يعني انا مش يا ريت اطفش، يعني انا يا ريت ازهقهم لا على فيمشوا. فكره ده وحش جدا. ما انا مش عارفه اعمل كده كده حتى. انت كده وانت كده جبنه بجد. لا أنا الشخص جبانة اللي بقى. اللي يطن، لا معلش يعني، لا انت مش انا جبانه بس مش باذي، بس انا بالظبط. جبانه مش قادره اواجه. لا معلش، اللي عايز يطلع من العلاقه يطلع من العلاقه ويقولها دايركت في وش الناس، انا عايزه اطلع من العلاقه. الاربعه خمسه اللي هي بتقولها اليوم دول انا عايزه لو اطلع من سمحت. العلاقه. انا بقول لكم عشان اهو اطلع من حياتها بقى. اطلع عشان من خلاص يعني بجد. اتخنقت ما اتخنقت. بس فهي يعني خلينا متفقين ان كل الناس تايهه. صح. ماشي، وكل الناس تايهه ممكن بالليفلز مختلفه، او ممكن برضو بيبقى في ناس عارفه تداري التوهان ده، او في زحمه حياتها مش باين ان هي تايهه بس هي تايهه. يعني كلنا جواميس في بحر على فكره العلم. انا حاسه ان توهان اصلا كمان بيبدا منه وانتي داخله الجامعه. انا هي رايحه الفكره مش في فين، كده، انا هي بعمل حتى لو إيه؟ انت عارفه انت رايحه فين، انت مش عارفه. لا فكره انه في المدرسه انتي بتصحي رايحه المدرسه، الكتب، الحصص المدرسة كانت ابسط حاجه في الدنيا. الكون. ايوه الدنيا واضحه فجاه. لا مش الدنيا واضحه، ما عندكيش اختيارات. اي انتي اتفتحتي أيوة. في بحر هي مشكله في الاختيارات. وتعلمي لوحدك واعملي سيرش على النت ومفيش انتي كتب بريتمك. ومفيش موضوع بريتمك غريب بالظبط. جدا. لا هو فعلا يمكن عشان احنا لحد مثلا الثانويه احنا ماشيين على نفس التمبلت. ايوه هو هي كتب بنبدأ بقى منهج نختلف. بنذاكره بس مدرس. بتختلفي في مستواكي كتعليم، صح. لكن غير كده انتي الباث نفس واي السيستم. هو أيوة. بالظبط. الحاجه الوحيده اللي فعلا بتبداي بقى تنفتح Struggle عليكي مع- الاوبشنز. لما الاوبشنز كتير تتفتح قدامك. احنا صح. بيجيلنا اسمها ايه اللي هي حاجه زي بارادوكس كده، اللي هي تشويز فاتيج. احنا من كتر الاختيارات اللي حوالينا احنا ما انت تعودناش. عارفه احنا بنختار كام اختيار في اليوم يعني؟ تعودناش بالظبط. لا مش ما تعودناش، انت بتتعبي من كتر الاختيارات. حتى هو بيقولك ان انا مثلا لما امسك منيو كبير قوي في مطعم كبير قوي، تحتاسي. يا جماعه طب انا عايزه seafood مكرونه. ايوه انا عايزه حاجه بسيطه. عايزه حتى هو مكرونه. يقولك قللي الاختيارات ل3 اختيارات ماكسيمم، وحطي ديدلاين ان انت تختاري اختيارك ده في الديدلاين ده معين عشان ما تسوحيش دماغك. أيوة. يعني بس فانتي مثلا هنفترض ان انتي دلوقتي واحده قمر جايلك كذا عريس وانتي مش عارفه تختاري. اكسكلود اللي مثلا خلاص خليهم 2. اكسكلود ما بين احسن 2 من الاتنين اللي جايين لك، وشوفي بقى بعقلك مين المناسب مين ليكي المناسب أكتر. ليكي، مين الاحسن، العيله عامله ازاي، هو عامل ازاي، معاملته عامله ازاي، وشوفي الحاجات اللي انتي بتدوري عليها، وشوفي مين فيه اكتر، مين فيه من الحاجات دي اكتر، وخدي قرار. لكن ان انتي تقعدي تقولي لا ولا ده ولا ده لمجرد انه طالما مجالي الكويس ده اللي انا شايفه ان هو برضو كويس، يبقى اكيد في احسن هيجيله. مش طبيعي. مش ونفس الكلام زي اللي مثلا ما يقبلش بجوب اوفر معين عشان يقول اكيد هيجي لي احسن. عشان هيجي لي احسن. روح حط رجلك في المكان وحط رجلك في الحاجه وجرب، ولما تطلع مش مناسبه ليك امشي. في ناس مش بسهوله التنقل ده، يعني مش بسهوله ان انا اقول انا هاخد بعضي وامشي خلاص، سواء علاقه سواء شغل سواء اي حاجه. لان في ناس بتدخل علاقات مثلا بشوفها كتير للاسف، يعني ستات بتدخل علاقات وتتجوز وهي عارفه انها ليها وتخلف وهي عارفه ان الشخص ده مش مناسب معاه. مش مناسب وتخلف وتتدبس بالعيال وتبقى كمان ما بتشتغلش، فهي ما تقدرش تطلق منه فتفضل قاعده معاه. هو بيهين اعرف ناس كتير قوي في الموضوع. يا لهوي الموضوع منتشر جدا. فانتي مش بس يعني ما حكمتيش دماغك في الموضوع، انتي فضلتي مكمله في الغلط.
غير ده، غير التوهان. مم. التوهان بتاع حيرة ان الحاجة كويسة بس انا مش عارفة. اول ما تحسي ان في احسن منها، لا انت كده وقفي دماغك. بالظبط، انت كده في طريق غلط. كده بنسعى للكمال، والكمال لله وحده. ده مش هو ده التوهان اللي انت المفروض تتعاملي معاه. صح. التوهان بتاع اللي هو يا رب نفسي في حاجة احسن، يا رب أيوة. بتاع ادعي براحتك، بس ما يبقاش ان انت دايما هيوقف حياتي ان انا مستني حاجه ان انا مش لسه راضيه باللي مجاتش. انا معاه ده او في اللي انا فيه، عشان انا مستنيه حاجه خزعبليه ما جاتش، ما اعرفش هتيجي ولا مش هتيجي. فاهمه؟ بس نحب ننهي حلقتنا بان انا عايزه اقول أيوة. ان الانسان طول عمره هيبقى حيران، وطول عمره بالظبط. هيبقى قدامه اختيارات كتير، وطول عمره هيبقى شايف ان في حاجة احسن ممكن تحصل. فخلينا في اللي قدامنا دلوقتي، ولما الاحسن يجي نبقى نشوف ساعتها يعني. بالظبط. يعني بلاش نبقى ناقمين على اللي موجود لمجرد ان انا مخي بيخيل لي ان في احسن. وبرضو يا جماعة يعني عادي ندور على حد واحد عقلاني، مش اي حد، خاصة البنات. يا نفسي البنات تبطل تاخد رأيها يعني تاخد رأي بنات تانية في حاجات لا مصرية. ممكن، لا ممكن، لا معلش، انا اللي بس بشوفه مش اي حد. يا لهوي، انا بشوف ناس بتدخل على الفيسبوك تسأل ناس، أيوة تقول لها انا جوزي بيعمل معرفش ايه. انتوا هبطوا يا جماعه. لا صح يعني انا باخد رأي مين يعني لا يعني نسأل ناس بالظبط، نسأل وقولي ناس له انا حيرانه، مفهومة. انا مش حاسه ان انا مثلا جوزي ده احسن حاجه، انا مش حاسه ان ما اعرفش ايه. هتلاقي لو الشخص فعلا اللي انت مختاراه ده كويس هيعقلك، هيحسسك ان انت انت طبيعيه. ايوه، بس هيخليكي ايوه هيخليكي من الاخر تهدي ايوه على تفكير. بالظبط. فيعني دي رساله لكل الناس ان هي والولاد على فكره برضو طبعا يعني ما تروحش تسال اي حد والسلام. واحد من صحابك وانا عارف ان دماغه اصلا مهويه. اعرف حد كان صحابه اقسم بالله مسوحينه يعني، ما روح اسال الشخص العاقل. الولاد مش معروف يعني، مش كومن قوي عنهم ان هم بيتكلموا في تفاصيل. لا بس لو في حاجه قوي اتكلم مع حد عاقل بالزبط. يتكلم معاك بالراحه، يقول لك النقط الواضحه. ربنا يبارك للناس اللي ان الناس بتجي لها بحيرتها وتساعدها بجد وتديها نصيحه بجد في مصلحتها، مش ان هي ايوه يلا اتطلقي، ايوه يلا سيبها خونها معرفش ايه، يا ابني انت عبيط انت خنتها، رايح تقول لها انت عبيط. لا يعني بجد يا جماعه ربنا يبارك للناس اللي هي فعلا صح خايفه على مصلحه الناس التانية. بس وهنا تنتهي حلقتنا بالظبط. نتمنى نكون سليناكم واسعدناكم ودمتم سالمين، وخدوا بالكم من نفسكم في البرد اللي احنا فيه. شايفين نيره قاعده البطانيه انا عامله زي الحاجه نيره الحاجه اتدفوا زيها. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. باي.